استمرارية لاعب، كرة وصلت عند ربيع سفياني. ربيع في الناحية اليسرى، الخطورة الفتحوية وصلت عند إلتون. الله ما أروع إلتون يسجل هدف يبدو بأنه من أجمل أهداف في البطولة. الله على إلتون، حافظ على الكرة، لعبها من فوق حارس المرمى والكرة تصل إلى المرمى. لكن شوف اللقطة الماضية، بداية الهدف، الكرة اللي لعبها سعد وصلت إلى محمد لفيد. سعد كان يطالب بعودة حائط الصد البشري لمكانه الطبيعي. حكم اللقاء استمرارية لاعب، وكرة وصلت عند إلتون. الله، لكنها تبعد، تصل في الناحية اليسرى، رأسية من شادي أبو هشهش. الكرة إلى خطأ لمصلحة ركلة جزاء للفتح، ركلة جزاء للفتح، أشار لها المساعد واحتسبها الأول، والفتح يبحث عن تعزيز الهدف الأول، وركلة جزاء لمصلحة الفريق الفتحاوي وإيفان هاشك. وكأن الموضوع برمته لم يعجب هاشك. لماذا هذا الغلط؟ كأنه يقول لماذا أن يأتي هذا الغلط من عبد الله الزوري؟ وركلة جزاء محتسبة لمصلحة الفتح. يا ترى هنا السؤال، هل كان الدفع داخل منطقة الجزاء أم أن الدفع كان خارج منطقة الجزاء؟ اليوم الأمور التحكيمية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. هل كان الدفع داخل المنطقة أم أنه خارج المنطقة؟ على كل حال حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء، والركلة الجزاء لمصلحة الفريق الفتحاوي. هل بداية الدفع يبدو بأنها كانت من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم صعب بصراحة في هذه اللقطة أن تكون ركلة جزاء أو لا. على كل حال حكم اللقاء احتسب ركلة الجزاء، وإلتون جوزيه الآن البرازيلي لتسجيل هدف الثاني لاطمئنان الفتح. الآن للنموذجي إلتون خوسيه يتقدم باتجاه المرمى. الله، ابن السلساو، معشوق الجماهير الفتحاوية، يسجل ثاني الأهداف. الكرة من علامة الجزاء إلى المرمى، ليتقدم النموذجي. النخيل لا تنام إلا واقفة، وهم أبناء النخيل. نعم، الهدف الثاني يسجل الآن لمصلحة الفريق الفتحاوي. إلتون خوسيه باليسرى، البرازيلي وضعها في منتصف، ويقدم أداء عالي أيضا مع الفريق الفتحاوي. كرة وصلت إلى الأمام، حمدان الحمدان يرسل كرة عرضية خطيرة، مقاوي بالراس. الله، أحسن، والفتحاوي كله زين، الفتحاوي زين في هذا المساء. نعم نعم، الفتح في هذه المباراة هم لا يعرفون المستحيل، ولأنهم لا يعرفون المستحيل فقد فعلوا ما كان البعض يتوقع أنه مستحيل، والفتح يسجل ثالث الأهداف، ونستطيع القول بأنها رصاصة الرحمة للفريق الفتحاوي، يرسلها في المرمى الهلالي حسين المقاوي بالراس، والفتحاوي يسجل ثالث الأهداف، وعين الفريق الفتحاوي